ازيكم عاملين ايه؟ انت دلوقتي لو دخلت الفيديو ده فانت داخل عشان تفضفض وتستمتع بوقتك معايا. في الفيديو ده هتستمتع بجد وهتشوف احلى مقاطع بتضحك، وانا برضو هفضفض معاكم يعني مش هتمل. والاحلى يعني احلى حاجة في الفيديو بيبقى في الاخر، عشان اللي هيكمل الفيديو للاخر هو اللي هيستمتع وهياخد الجائزة الكبرى. انا حاطط احلى حاجة في الفيديو ده، انت هتشوف احلى نكت واحلى مقاطع مضحكة، وكمان انت هتعمل لايك وهتعمل اشتراك وهتشارك الفيديو مع اصحابك، عشان لو فعلا انت بتحب اصحابك وعايزهم يضحكوا فانت شارك الفيديو معاهم. ما تنساش اللايك والاشتراك الجميل بتاعك. يلا بينا. يا نهار ابيض على الصدمة دي، هي اتصدمت صدمة. اقول لك نكته. بيقول لك مره واحد غبي راح الامتحان، دخل اللجنه قعد 5 دقايق وخرج. صحابه بيقولوا له خرجت ليه ما حلتش ليه؟ قال لهم ابويا قال لي لازم أنا اطلع الاول. يا غبي. عجبتك قوي يا ولد؟ لا اصلا انا عملت كده. اكيد انتوا عارفين صوت مين اللي بيحكي النكتة. خير ان شاء الله. بتقفل قرب الطاولة قرب شايلة حلقات. مد حالك، حرك حالك بدل ما انت قاعد زي قفة الامن. جدي وستي لما يتخانقوا مع بعض. نروح المراحيم نرتاحوا من زقمك. والله من زقمك ارتاحوا. والله من زقمك. يابا يابا قوم اشوف. صلى على النبي عاج. شو بدك يما تعمل؟ يابا شو مالكم مش تعال تعال يا زلمه مسويت لي انا مشروع حلو هنا. مش هذا الله يا جماعه الخير، اولاد حارتي فضحوني من وراكم. شو بدك انت؟ حبوا بعض حبوا بعض. ايه حبها حبيه حبه. والله الصغير عاقل. رومانسية طري هالجو. طر يا حاج. طريها. يلا. وين حابة تدفني؟ زي ما انتوا شايفين يا جماعة، دي مشاكل يعني مشكلة بسيطة خربت الدنيا وفي نفس الوقت موتتكم من الضحك. يعني خربت الدنيا وهتموتكم. كملي يا بنت في كده. يا لهوي. بهويتها خالص. الفيديوهات بنوعية دي انتشرت بكمية كبيرة وغريبة وبأنواع مختلفة، مقالب مختلفة وحاجات مختلفة. فاللي شاف فيديوهات من دي كتير يكتب لي في الكومنتات. احكي لك نكته حسام. محشش راح يركب غرفة النوم قبل عرسه بيوم. هو عم يركب غرفة النوم ضربت عينه على المراية. شاف حاله. قال لك مين هذا اللي على المراية؟ هذا اكيد حرامي. لو روح خبر مخفر الشرطة. فلت كل شيء من ايده وراح ركض على مخفر الشرطة. مين لقى هنيك مداوم؟ ابن عمه شرطي هنيك بمخفر الشرطة. قال له داخل على الله وعليك يا ابن عمي، تعال لعندي على البيت عندي حرامي. قال له انت متاكد انه عندك حرامي؟ قال له ايه عندي حرامي بالبيت. ركبوا سياره الشرطه وراحوا لعنده على البيت. فات ابن عمه قال له وينه الحرامي؟ مالي شايفه. قال له تعال فرجيك اياه. اخذوا على المرايه. قال له ليكو هذا هو. قال له ابن عمه قال له يا زلمه مازال عندك شرطي بالبيت ليش تنادي لي؟ طلع مر منه. طلع ابن عمه محشش اكثر منه. والله. ودي يا جماعة واحدة من أحلى النكت اللي أنا سمعتها بجد، وبالذات اللغة ديت اللي ترى بيتكلموا بيها ديت مخليها أحلى من حلاوتها. وفي الفيديو ده هتسمعوا نكت هتموتكم من الضحك. يا عم انت نايم في بيتكم. انت ما ضبطش. هاي كيف يا ابويا؟ ليه تنام في الشارع كده؟ ما قلت خذ لك السيل والله. امال وين جدك خريبش وولد عمك الفخري؟ ما المية قاطعة من الصبح، خريبش اقولوا لها وفخري. اسبوع، قاعد تقعد اسبوع حتقطع ثاني، وراحوا يعبوا مية من على المشروع. طب اطلع روح هات الجردة خلينا نعبوا لنا جردة من الفرع. قوم بكرة ان شاء الله. اوقف قوم. اوقف يلا غور. ابوي الله. عامل زيك دهيم. حاج سمعة بتعمل ايه؟ ايه ده كمان؟ يا لهوي العيلة دي ضاربها السلك. خلي بالك يا جد خريبش، ده 7 جلدة نوديه البيت وانت معبيش جلدة. كبر السن يا ولدي. لو انت الصادق
ده البحر ما فيش بركة، ده 7 جلدة نوديه والبلد يوصل فاضي. يا متخلفين. الجردل. انا اكتر حاجة عجبتني في الفيديو ده هي التصوير، يعني اللي بيصور فاهم هو بيصور ازاي وطريقة التصوير والجودة، وتحس اللي هو كده في روح في الفيديو. وكمان تعديل الالوان زي تقدير النباتات والاشجار وتعديل الوان البيئة والمية وكل حاجة بتعدل الوانها، واللي لاحظ كل ده يقولي في الكومنتات هيبقى ذكي جدا. يا فتحي يا يخرب بيتك طلعت منين؟ احفر الحفرة يا فتحي. ارتاحوا شوي ارتاحوا شوي. الساوند ده رهيب. انا شفت الفيديو ده كذا مرة، يعني فيديوهات في المكان ده كذا مرة، بس انا عايز اعرف يعني هو ايه هو المكان ده، اسمه ايه ولا بيبقى فين؟ فاللي يعرف هو فين ولا اسمه ايه قولي في الكومنتات. محشش شافوا واحد شايل باب بيتهم وموديه للنجار، قال له انت مش خايف حد يدخل البيت ويسرقك؟ قعد يضحك، قال له يا غبي هيدخل البيت ازاي والباب معايا؟ ده محشش. النكتة دي برضه بسيطة وقصيرة وجميلة جدا وبتموت من الضحك، بس أنا حاسس إن أنا أي نكتة كده بتعجبني بقول عليها كده، ولا هي فعلا النكت دي جامدة جدا؟ لا فعلا أنا محتار، يعني يعني النكت دي حلوة ولا حلوة جدا؟ شفتوا بعض ازاي؟ احلى عيال. احنا اخوات. بره انا مش عايز اجاوب انا. شغاله في فودافون كول سنتر. التيم ليدر بتاعتي راح ندعي على مصطفى نروح حل مشكله زميلتك اللي هو انا. ايوه هو كان بيلمح لي الاول تمام. انا عمري ما لمحت على فكرة، بس اسكت. اللي كانت بتلمح كل حاجه مش لما كنت بتقعدي تساليني عن الجواز، انا مش هاخد الخطوه دي غير على 28. تقول لي ناوي تتجوز يعني ومش ناوي تشوف لك عروسه؟ وانتي لما كنت بتساليه السؤال ده كنت بتساليه عشان انتي كنت عايزاه؟ لا. وانا انا وهو اصحاب بيست فريند قوي، كنت دايما اقعد انكشه ليه يعني مش هنشوف لك عروسه. اما احس اللي هو بيلمح كنت اعمل ايه؟ اكبت مشاعر كده، واحد طويل واسمراني وشعره اسود ودقنه سودا، عكس الصفات اللي فيه عشان ما يبصليش. انا دايما كنت بقعد اقول لها كده، بقول لها انا عايز دايما البنت اللي هي تبقى مالهاش علاقه باي حد خالص، تعرف انا بس هي ما شاء الله اجتماعيه. فاهمه يعني بتحب تتكلم وتحب مش عارف ايه، عايز واحده ما تخرجش وتيجي، ما شاء الله بتحب الخروج ورايحه جايه مش عارف ايه. عايز كنت قاصد ان انت تقول لها الكلام ده ليه؟ علشان ده فعلا اللي انا كنت عايزه. شكلها مشكله. ايه اكتر حاجه شدتك فيها؟ هي ما شدش. يا ولد هوب نزلت معاه اول يوم نزلنا مع بعض فيه عشان يعلمني، عزمني على جوازه. ضحكت فقمت كلمته، ما انا بنته. مره واحده لقيت مطه بتقول لي انا عايزه اتقدم لك، كنت انا مستحمله. مريت والمطعم كله اتلمع عليا. عملت ايه بقى؟ دخلت الحمام وفضلت قاعد شويه لحد ما استوعب الموقف. تفت الاكل في وشه وسكت. لا ولا كاني قلت لك اي حاجه، ورحت طالب الشيك وحسيت. عملت ايه بقى؟ طلبت 7. ازعل واسم الله عليها صابت الله. دي قصة حب اتحكت في كام ثانية، وكمان آخر مقطع معانا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وانبسطتوا، وما تنساش تحط اللايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، شارك الفيديو مع أصحابك. وبس كده خلصنا، استنوني الفيديو الجاي هيبقى أحلى وأجمل. وأهم حاجة متنساش تكتبلي في الكومنتات ايه هي أكتر فيديوهات انت بتحبها وعايز نعمل فيديوهات ايه الفيديو الجاي.